ولا ينبغي لامرأة مؤمنة بالله واليوم الآخر أن تغتر بهؤلاء النسوة الفاتنات المفتونات المائلات المميلات اللاتي يبرزن في الشوارع كاشفات عن سوقهن وعن وجوههن وعن أذرعهن، لا يستحين ولا يراقن الله عز وجل ولا يخشين عار الدنيا ولا عذاب الآخرة. فإن هؤلاء النسوة قد تجردن من الحياء وبعدن عن الحياء وشابهن نساء الكفرة وتعرضن لغضب الله وعقابه. ثم قال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فعلى المرأة أيضا أن تغض من بصرها وأن تحفظ فرجها إلا عن زوجها أو سيدها الشرعي، كما على الرجل أن يصون فرجه وأن يغض بصره إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه بالملك الشرعي. أما ضد ذلك هو السهور وإبراز المحاسن كما يفعل بعض النساء اليوم من إبراز وجوههن أو سوقهن أو شعورهن أو جميع ذلك، فهذا هو البلاء العظيم والمنكر الفاظع. هذا هو البلاء العظيم والمنكر الفاحش الفظيع، فالواجب الحذر من ذلك والتباعد عن ذلك، والواجب على ولاة الأمور منع ذلك والقضاء عليه.